من الحاجات المهمة جدًا، جدًا، جدًا لكل ولي أمر وكل أم تحديدًا لطفل صغير، إنهم يعرفوا إنه مش معنى إن ابني أقصر شوية من ابن خالته والّا ابن عمته أو أرفع شوية أو مشي متأخر شوية عن اللي أنا شايفه تاني، إن فيهم واحد مش طبيعي، ده مش صح. زي ما إحنا شايفين كده ده مثلًا نموذج لمحيط الرأس والطول والوزن من أول الولادة لغاية 3 سنين، هتلاقي في مدى، في range، يعني يقول لك عند الولادة من إلى، بعد شهرين من إلى. معنى إن في مدى أو في range معناها إن كل من يقع في هذا المنحنى، في هذا الrange يعني يعتبر طبيعي. أنا كطبيب ما باتدخّلش، طبعًا طبيب الأطفال يعني، ما باتدخّلش غير لو الطفل خرج عن حدود الطبيعي، يا إما زاد أوي أو نقص أوي عن الطبيعي. نفس الكلام ده بالنسبة للنمو، نفس الكلام للتطوّر، إنه قعد عند كام شهر، مشي عند كام شهر، سنِّن عند كام شهر، كل الحاجات دي ليها مدى. ممكن الطفل يسنِّن عند 6 شهور، ممكن عند 7، ممكن عند 8 وكلّهم طبيعي. ممكن يمشي عند سنة أو سنة وشهرين أو سنة و3 شهور أو سنة ونُص وكلّهم طبيعي. فما نقلقش، ولو في حاجة زي كده ممكن نتابع مع دكتور الأطفال عشان هو يطمنا ويقول لنا إيه الطبيعي، لكن ما نجريش ورا إن الحق ده ابن خالته عمل كذا، ده ابن خالته أكبر منه بشهرين ومشي قبليه ب3 شهور، يبقى أكيد هو مش طبيعي. فما نقلقش وما نأفورش في الحاجات دي.